السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناه ساعة مع نور. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل فيديوهاتنا أول بأول، وأرجو دعم القناة بلايك والتعليقات. تعالوا ونشوف الفيديو بعد كده نعلق عليه. معانا هبة من القاهرة، أكيد عايزين يكلموك. ألو، ازيك يا دكتور جيهان؟ أهلا أهلا هبة، ازيك؟ الحمد لله تمام. بقول لحضرتك يا دكتور جيهان، اتفضل. أنا دلوقتي متجوزة، بس يعني في العلاقة بتاعتي أنا وجوزي أنا مش ببقى مستمتعة خالص، وهو عنده سرعة قصف. يعني ايه يعني انت مش مستنينه بيبقى عنده سرعة قصف بس في الحتة دي؟ اللي هو بيبقى على طول معايا، على طول كده وخلاص، مش بيخليني استمتع. فاهماني حضرتك؟ انتي نعم؟ انتي بتعملي ايه بقى؟ بعمل عادة سرية، اللي هو بعد ما يقوم على طول أنا بريح نفسي بنفسي. هو مش بيحس بيا أصلا، اللي هو بيبقى عارف اللي هو يحط الحاجة دي وخلاص طيب ماشي هبة، شكرا ليكي. الدكتور هيرد عليكي. بص حضرتك، المولى عز وجل في القرآن الكريم قال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الوعد النفسي من وجهة نظري الشخصية بيبقى أشد وطأة وقسوة من الوعد الجسدي. الأنثى هوت اللي هي بتوأد نفسيا كل يوم في إتيان العلاقة الحميمة، لو الراجل يعرف قسوة الكلام ده عليها على النفس، وإن هو إزاي بتقتل النفس كل يوم دون الآخر، يفكر بدل مرة 1000 مرة. الضعف الجنسي أو سرعة القصف عند الرجالة بتبقى حوالي 10% من أي مجتمع يبقى الرجالة فيه عندهم سرعة قصف، وده طبعا بترجع لأسباب كتير جدا. يبقى ما ممكن هو مش حابب الزوجة، ما عندوش فلسفة العلاقة الحميمة، عاوز يعمل علاقة حميمة وخلاص. عنده شعور بالذنب تجاه الجنس، متولد عنده العقدة دي النفسية، فبالتالي بيمارس الجنس بسرعة إلى آخره. ولكن هنا القاعدة حطها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر الرجالة، لما قال يعني الواحد ما يقعش على زوجته كالبهيمة في معنى الحديث، إنما قال اجعل بينك وبينها رسول. قيل يا رسول الله ما هو الرسول؟ قال القبلة والكلمة. يعني ده مهم جدا، أنا أحضر الزوجة، وده المولى عز وجل جسده في الآية القرآنية الكريمة في سورة البقرة لما قال بسم الله الرحمن الرحيم: نساؤكم حرث لكم أي متاع لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. التقديم دوت
بيحضر الزوجة وبيهيئها من الناحية الجنسية، وممكن يوصلها لمرحلة ارتواء نسبي، يبقى انت ما قدامكش غير مرحلة الدخول او مرحلة العلاج. الرجل للأسف بيفتقد الكلام دوت، ما عندوش ثقافة جنسية. دلوقتي الناس كلها بتاخد منشطات جنسية، يبقى داخل من بيته وسع يا جدع انا جاي النهارده اعمل العلاقة الحميمة، مش عندوش فلسفة العلاقة الحميمة، ما عندوش الكلمة ما عندوش الكلمة الجميلة، الحنو، الاحتضان، العطف، التقبيل، فلسفة العلاقة. مش دارس جنس، مش قارئ المثيرات الجنسية اللي موجودة في الزوجة وأماكن الاستثارة اللي عندها فين، مش عارف فسيولوجية الجنس عندها بيمارس ازاي. هو خلاص بيتجوز وخليه على الله. الحاجات دي كلها أنا بقولها ناقشي جوزك كويس جدا، علميه، مش عيب انك تعلميه وانك تدربيه. ولا سيما ان الجنس بالمناسبة عند المرأة مرتبط بالعاطفة غير الراجل. الراجل ما عندوش الجنس مرتبط بالعاطفة. المرأة الأهم عندها العاطفة، لأن الجنس عندها موجود في المخ في حتة اسمها القشرة الطرفية، ده مرتبط بوجدانها وبمشاعرها وبأحاسيسها وبخبرات التعليم والتعلم عندها. ده مهم جدا، فانت تلعب على الحتة دي. وبالمناسبة ثبت علميا برضو ان الراجل لما بيمارس الجنس مع مراته، يعني لما تخش اوضه النوم بتشوف تاريخه الاجتماعي، يعني بتشوف ادبه واخلاقياته وحنونه واحتضانه، كل ده قدام منها على السرير قبل ما يكون موجود الجثة. وده مهم جدا. راجل بيفتقد الكلام ده، راجل بيعتقد انه بيمارس العلاقة الحميمة ان هو خلاص صبع البرومبا، لكن التعامل اهم من الممارسة نفسها. بالظبط. تاريخك الاجتماعي معاها اللي انت مبتفضلش اهلك عليها، ما بتضربهاش، ما بتهنهاش، تسيب لها حرية تنزل الشغل، ما بتقعدش تنتقدها وتنتقص من شأنها كل شوية. تاريخ اجتماعي ان انا راجلها وحميها وقيم عليها وامين عليها. التاريخ الاجتماعي ده بيخلي مجرد وانس ان يجي الحضن بس كده والطبطبة بتوصل جنسيا وبتقطع معاك شوط كبير جدا لو انت تاريخك والهيستوري بتاعك ده ايجابي بالنسبة لك. اما لو كان سلبي، والله لو هتغنينا نهج البرد مش هتعمل معاها حاجة، هتحتاج وقت ومجهود في التحضير وفي التقديم إلى النفس. بالإضافة بقى إن الراجل لو يعرف الكلمة بتؤثر في المرأة من الناحية النفسية إزاي، لأن الجنس بيستثار من خلال الفايف سنسز أو الخمس حواس، نظر، شم،
التذوق، اللمس، السمع. كل حاسة من دول بيبقى ليها قوة استثارة وزمن رجع في الاستثارة من حيث السرعة بتاعته. ثبت علميا ان الود، الواحد لو اتكلم في ودن مراته او قال كلمة كده حلوة جميلة بتستثار جنسيا في اقل من 2.5، سواء الذكر او الانثى. طيب فالكلمة في يا مهمة دكتور جدا. في بعض